أهلا بيكم في القناة مع منى. هتكلم النهاردة عن بيع رأس الحكمة. وهل فعلا مصر بتبيع مدينة رأس الحكمة ولا لأ؟ عايزين تعرفوا، خليكم معايا. وياريت قبل ما اتكلم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير علشان القناة تكبر، وتفعيل الجرس علشان أي محتوى جديد ليا يوصلكوا، واستنى تعليقاتكم إن شاء الله. نعرف مدينة رأس الحكمة. مدينة رأس الحكمة دي موجودة على الساحل الشمالي على البحر المتوسط في شمال مصر، تبعد عن محافظة مطروح 70 كيلومتر، وهي غرب اسكندرية. مساحتها 55,000 فدان، مساحة صغيرة. وطولها طول رأس الحكمة 50 كيلومتر. كانت استراحة ملكية انشأها الملك فاروق، عمل قصر هناك في رأس الحكمة للاستجمام، لأنها جميلة، هي منطقة جميلة جدا. الملك فاروق كان بيروح هناك للاستجمام، وسماها رأس الحكمة تيمنا بحكمة الله. وبعد كده في سنة 1952، طبعا دي وقتها كانت ثورة يوليو، ثورة 52، فاتحولت بقت استراحة رئاسية. كان بقى الرؤساء بيروحوا، كان السادات بيروح، وكمان كان حسني مبارك بيروح. حسني مبارك احكي لكم قصة عن حسني مبارك واحفاده، كانوا بيروحوا. فحصل مشكلة، حصلت ان هايدي زوجة علاء مبارك اتزحلقت في القصر، راحوا المستشفى رأس الحكمة، لقوها مقفولة ومش مجهزة لخدمة صحية مناسبة ليهم طبعا. بعد كده بقى اهتموا، بعد الحادثة دي اهتموا عملوا المستشفى بقى بأحدث أجهزة طبية وأطباء على أعلى مستوى. كل ده طبعا عشان لما يروحوا يلاقوا المستشفى كويسة ليهم. بعد كده انتوا عارفين رأس الحكمة جنبها العلمين، يعني المنطقة العلمين الجديدة اللي هي مدينة جديدة اللي السيد الرئيس السيسي عملها. السيد الرئيس السيسي اهتم بالطرق الجديدة في الساحل الشمالي. تم عمل طريق جديد اللي هو العلمين الجديدة القاهرة، زي ما انتوا عارفين. واهتم بالطرق كتيرة في مصر. زي ما انتوا عارفين المنطقة كلها الساحل الشمالي ده كله منطقة جميلة جدا. الجو جميل، الشواطئ نظيفة جدا والرمال بيضاء، والمية صافية جدا ونظيفة جدا. ورأس الحكمة طبعا كده، يعني العلمين والمنطقة دي كلها كده. فطبعا المستثمرين مهتمين قوي بالاستثمار في المكان ده. ناس كتير يقولوا هنبيع رأس الحكمة، هنبيع مش عارفة ايه، وانا بقول ده مش بيع، ده استثمار. بيعملوا مشاريع استثمارية كبيرة، شركات إماراتية بقى، لسه الاتفاق لسه ما اتعملش، يعني شركات إماراتية أو شركات أجنبية تانية، أو وكمان في مصريين، كمان في شركات مصرية تروح هناك تعمل استثمارات هناك في رأس الحكمة. دول كتير عايزة تروح عشان منطقة جميلة وسياحية جميلة. هيعملوا مشاريع كبيرة، هيعملوا فنادق، هتبقى مدينة سياحية هتوضع على خريطة المدن السياحية في العالم، تبقى من أحلى وأحسن المدن السياحية في العالم. فالشركات دي لسه ما حصلش اتفاق نهائي، ولكن بيقولوا يعني ممكن يكون يعني المشروع ده من 22 مليار لغاية 42 مليار دولار. دي حاجة كويسة طبعا في الأزمة الاقتصادية اللي احنا موجودة في مصر دلوقتي. أقول لكم كمان عن حاجة. كان السادات كان عايز يعمل برضو مشروع سياحي فيها في رأس الحكمة، عشان هو عارف طبعا، كان بيروح كتير هناك وشافها جميلة جدا، فهتبقى مشروع سياحي حلو. كان بيفكر فعلا في سنة 1975 بعد الحرب على طول عايز يعمل المشروع ده، ولكن المشروع ما تنفذش عشان طبعا زي ما انتوا عارفين كنا طالعين من حرب، زي ما انتوا عارفين وكده. في بقى العلمين بقى الجديدة دي، لما عملنا بقى العلمين الجديدة والناس بقى راحت بقى هناك وشافت المنظر وكده، في ناس كتير بقى جت عشان تستثمر في العلمين وفي رأس الحكمة هي جنبها. قالوا هيبقى سوق واعد سياحي في المناطق دي من شركات تطور عقاري وسياحي مصري وعربي وأجنبي في الاستثمار. ومصر عملت كمان بنية تحتية جيدة. السيد الرئيس السيسي
عمل بنية تحتية جيدة متقدمة لإقامة أي مشروع فيها، ويبقى سهل إقامة مشاريع فيها. وبكده المستثمرين اهتموا، عشان كده اهتموا بقى كتير في المناطق دي. وعندنا في مصر كمان عندنا ثقافة المنزل الصيفي. العائلات الغنية يعني بيحرصوا دايما ان يبقى فيه وحدة او شاليه او شقة في الصيف، عشان يبقى الجو هناك في رأس الحكمة جميل جدا، العلمين الحتت دي كلها، شمال مصر على البحر المتوسط، كل المنطقة دي كلها في الصيف تبقى جميلة جدا. فمشروع ده رأس الحكمة له تأثير إيجابي على مصر واقتصاد مصر في السوق، وكمان هنوفر فرص عمل كبيرة جدا للشباب. كمان عندنا رأس الحكمة دي فيها مقابر كومنولث ومقابر إيطالية وألمانية، وبكده هيجوا دول كمان هيجوا لما يلاقوا بقى المنطقة مهتمين بيها وكده، هيجوا للمناطق المقابر بتاعتهم. أحمد موسى مذيع مشهور بيقول أكبر إعلان ودعاية لرأس الحكمة من السوشيال ميديا، الكلام اللي اتقال عليها بقى احنا بعنا وما بعناش وبتاع، الكلام اللي اتقال عن بيع رأس الحكمة ده كله الدعاية ببلاش لرأس الحكمة. فبكده هيبقى في استثمار كتير جاي لرأس الحكمة كبير جدا. وزي ما بقول ده مش بيع، ده استثمار. الشركة مش هتاخد الأرض وتسرقها وتاخدها معاها أي شركة أجنبية مثلا، أو مثلا مش هتحتل المنطقة دي يعني وتحط بقى علم بتاعها وخلاص، والرأس الحكمة هتبقى مش بتاعتنا، لأ بتاعتنا وكل حاجة، بس ده استثمار. يعني حد أجنبي عمل مشروع زي ما احنا مصريين بيعملوا مشاريع أجنبية، مشاريع يعني مصرية فين؟ في دول برا. بنعمل احنا مشاريع في السعودية أو في أوروبا، أو بنعمل في أمريكا، في مشاريع خليج كمان بيروحوا أوروبا وأمريكا، مشاريع خليجية بيعملوا مشاريع كبيرة هناك في أوروبا وبريطانيا أو في ألمانيا أو فرنسا، فدي اسمها مشاريع. المدن الجديدة زي رأس الحكمة أو المدن الجديدة اللي احنا عملناها دي كتير، عالمين وعاصمة الإدارية، وكل المدن الجديدة اللي عملناها يجي 30 تقريبا مدينة، هتستوعب الزيادة السكانية في مصر اللي بتحصل كل سنة. احنا بنزيد 2.5 مليون شخص في السنة، يعني كأنها دولة صغيرة، كأنها دولة خليجية كده بتطلع كل سنة لينا، العدد كبير جدا كل سنة. اللي عمل بقى في المدن الجديدة ده عشان الناس اللي بتكتر طبعا عايزين الشباب عايزين يشتغل، فالمدن الجديدة دي هيبقى في شغل ليهم في السياحة، في التجارة، في الصناعة، في التكنولوجيا، في التعليم، في الصحة، في كل المجالات. هتتحول من مدينة صغيرة لمدينة استثمارية عملاقة من أحدث مدن العالم الساحلية، وده تفكير خارج صندوق عشان نضخ استثمارات ونسيطر طبعا على سعر الصرف. زي ما انتوا عارفين ارتفع في السوق السوداء بطريقة جنونية، هو دلوقتي بينزل بس برضو مرتفع. معدل التضخم كمان الكبير المفروض بيكون 7 أو 8%، احنا عندنا تضخم كبير فوق 30، واحنا بنتمنى ان التضخم ده ينزل لما يكون يعني في استثمارات في مناطق كتير، ده بيبقى فايدة لينا خير لينا. يعني فيها كمان عاصمة إدارية جديدة مثلا لما يبقى فيها استثمارات، أو أي مدينة جديدة أو العلمين أو القاهرة أو في أي منطقة، ده مكان مهم جدا. الأماكن دي مهمة جدا للاستثمار، وحاجة كويسة لينا عشان الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار ونقص الدولار موجود حاليا. وريت يكون في كتير من الأفكار والمشروعات، احنا في أمس حاجة للمشاريع دي عشان نكبر اقتصادنا، عشان احنا بنتلقى ضربات ورا بعضها من أزمات متتالية ورا بعضها. أزمة كورونا الأول كانش في إنتاج في العالم، طبعا الدنيا وقفت وحصل تضخم من ساعتها. كمان حرب روسيا أوكرانيا عمل برضو مشكلة كبيرة، عمل تضخم وزود المشكلة أكتر. وحرب السودان وحرب غزة كمان، حرب غزة زي ما انتوا عارفين الحوثيين اللي بيضربوا السفن في البحر الأحمر أثر على قناة السويس عندنا اللي بتدخل عندنا دولارات. وكمان الحرب اللي جنبنا أثرت على السياحة بتاعتنا، كل ده اتأثر.
وإن شاء الله مصر قادرة على عبور الأزمة دي بكل قوة رغم عن أنف أعداء مصر اللي هي داخل مصر أو خارج مصر. وبكده خلصت الحلقة، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.